لو هتختاروا أكلة واحدة بس تعملوا بيها عزومة رمضان يبقى هي الأكلة دي دايما مرتبطة معايا برمضان، والرز بتاعها كمان. هقولك ازاي تعملي أحلى طريقة للحمام الكداب، والحشوة بتاعتها مميزة قوي وفيها مكونين هيودوها في حتة تانية خالص، وهنعمله في الفرن من غير سلق، وكمان هنعمل جنبه أحلى رز بالمكسرات بيليق معاه قوي، وازاي تخلوه مفلفل كده وكل حباية لوحدها. يلا بينا نبدأ الوصفة. عندي هنا 3 وراك مخليين خلية الحمام الكداب، انتوا بتجيبوهم من عند الراجل كده جاهزين على حمام كداب على طول. هنتبل بقى الوراك دي عشان يبقى طعمها حلو والفص بتاعها يبقى ليه نكهه. عندي هنا بصلايه بيضه صغيره، ملح وفلفل، والملح على قد الفراخ بالظبط، وفصين من الثوم، معلقه كبيره من الخل بتطري الفراخ معايا، وهقلبهم بقى كويس جدا مع بعض، واحاول ادخل الخلطه جوه الفصوص بتاعه الفراخ نفسها. الخطوه دي بتفرق جدا جدا في طعم الفراخ. كمان نحاول نظبط الملح بتاع الفرخه عشان ما يكونش ملحها زياده او ملحها خفيف. كده انا خلاص تبلتها كويس جدا ودخلت التتبيله بين الفصوص. هركنها بقى على جنب واحضر خلطه الرز. لخلطه الرز هحتاج معلقه زيت على معلقه من السمنه البلدي، وهقلبهم كده لحد ما يسخنوا، وبعدين انزل عليهم بالكبد والقوانص بتاعه الفراخ. تقدروا تستغنوا عنها للناس اللي مش بتحب الكبد والقوانص، بس هي بتديها طعم حلو قوي. هقلب بقى الكبد والقوانص كده في السمنه والزيت لحد ما يغيروا لونهم تماما. بعد ما يغيروا لونهم هنزل عليهم ببصلايه بيضه، وهرجع اقلبهم تاني مع بعض لحد ما البصل يدبل شويه. دلوقتي بقى هنزل عليهم بشويه توابل بسيطه قوي، رشه من القرفه ورشه من بهارات اللحمه، الفلفل الاسود والملح على قد كميه الرز. هرجع اقلبهم تاني عشان انا عايزه البهارات دي تختلط كويس جدا بالبصل والكبد والقوانص. وبعد ما تطلع ريحتهم كده ويمتزجوا ببعض كويس، هنزل عليهم بكميه الرز. عندي هنا تلت كوبايه من الرز، يعني 3 معالق كبيره مليانه. الكميه دي مظبوطه على قد ال3 وراك. هشوح كده الرز كويس مع البصل والكبد والقوانص والبهارات، وبعد ما يسخنوا كويس جدا مع بعض هنزل عليهم بالميه. مهم قوي ان مقدار الميه ما يكونش زياده عشان الرز ما يعجنش. والمكون بقى اللي بيديها طعم حلو قوي هي معلقه من القشطه اللي هو وش اللبن، بتخلي الرز غني جدا وطعمه حلو قوي. بصوا هنا كميه الميه على قد الرز بالظبط عشان ما يعجنش، يعني كميه الميه قصاد الرز. هسيبه بقى يستوي نص تسويه. انا الاول بعلي عليه اول ما يغلي، وبعدين بهدي النار لحد ما يتشرب الميه. هنا بعد ما تشرب الميه بحط بقى فص من الثوم الني. ما تستغربوش فص الثوم ده، بس فعلا بيدي نكهه حلوه قوي قوي للخلطه. بعد ما بحط الثوم خلاص بطفي النار. انا هنا خلاص كنت طفيت النار، هقلب بس فص الثوم الني وكده بقت جاهزه. هسيبها بقى على جنب لحد ما تبرد خالص، وبعدين احشي بيها الوراك. هتحسوا ان الرز كده لسه فيه نسبه سوائل بسيطه، بس كل ده الرز هيتشربه بعد ما يدخل الفرن. الرز هيكمل التسويه بتاعته بالميه دي. بعد ما الخلطة تبرد تماما هبدأ بقى ان انا احشي بيها الوراك. بصوا بقى انا هعلمكم خطوة بخطوة كده ازاي بقفل الورك. بعد ما احط كمية من الرز هبدأ بقى اخد الجلد وابدأ اقفله على الجلد اللي قصاده، وبالخلة بتاعت الاسنان هبدأ ان انا اخيطه كده كأني بخيط بالابرة. هاخدها كده رايح جاي لحد ما اقفل الجزء ده. بعد ما اقفل الجزء ده واعمله زي القرطاس كده هحشي بيه الرز كأني بالظبط بحشي ممبار. وبعد كده هبدأ ان انا اخد الجلد التاني واقفله على الجلد اللي قصاده. الخطوة دي سهلة جدا، مش بتاخد اي وقت، هو بس التكنيك انك تعرفي ازاي هتقفلي الحمامية اللي قدامك. كمان على حسب الجلد، ممكن الجلد بتاعي يكون كتير شوية فده هيسهل عليكي اكتر، وممكن الجلد بتاعي يكون قليل فده برضو هيبقى صعب شوية، بس هنظبطها. عندي هنا بقى حتة في النص كده لازم اقفلها برضو بالخلة، وبعد ما قفلتها فكده الحمامية عندي بقت زي الممبار بالظبط. هحشيها كأني بحشي ممبار وبعدين اقفلها. هوريكم دلوقتي شكله بعد ما قفلته، مظبوط جدا ولا غلطة، وعمره ما هيفتح منك ولا اي حاجة لانه هيكون متقفل حلو قوي. شايفين انا هنا بوريكم انا مقفلاه حلو ازاي. كمان الميزة هنا ان انا بسوي الفراخ دي في الفرن مش في المية، فبالتالي المية مش هتهري الفراخ وهتهري الجلد بتاعها فهتتقطع والحشوة تخرج منها. تسوية الحمام الكداب في الفرن احسن كتير قوي من تسويته في الشوربة. هوريكم واحدة تانية كده برضو وانا بحشيها. حطيت الاول الحشوة وبعدين قفلت الاول وعملت القرطاس، وبعد ما اخلص القرطاس هحشيه كمان بالرز. وبعد ما احشيه كويس بالرز هبدأ بقى ان انا اخد الجزء التاني اللي طالع بره ده وهقفله مع الحتة اللي قصاده. اما الحتة اللي في النص دي برضو هقفلها بالخلة، وهيتبقى الحتتين دول هقفلهم عادي بالخلة كأني بخيط. بص انا هنا خلاص خلصت الكمية بتاعتي، شكلهم كده مبقلظ وحلو قوي. هحضر بقى الخضار، هو اختياري بس هو حلو جدا لما بتحطوه تحت الفراخ وبيتشرب كل المية اللي بتنزل من الفراخ. عايزه اقول لكم طعم الخضار ده احلى من الفراخ نفسها.
عندي هنا بسله وجزر وبطاطس وتوم، ممكن تحطوا كوسه وبروكلي واي خضار عندكم. ضفت عليه كده معلقتين 3 من الصلصه عشان تديها لون حلو، ولو مش عندكم صلصه مكعبات طماطم. كمان نزلت عليه بالملح والفلفل والكمون. هقلبهم كده مع بعض وبعدين اضيفهم في الكيس الحراري. بصوا لو تلاحظوا انا حطيت ملح للفراخ لوحدها، وحطيت ملح لخلطه الرز لوحدها، وكمان حطيت ملح للخضار لوحده. ضفت كده بقى زي ربع كوبايه من الميه عشان البطاطس، لو مش هتستخدموا بطاطس يبقى ما تضيفوش ميه، لان الفراخ هتنزل الميه بتاعتها. البطاطس بتشرب ميه كتير قوي، فلازم احط لها شويه ميه عشان ما تتحرقش. هقفلهم بقى كويس جدا وادخلهم فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200 الرف اللي قبل الاخير. قعدت تقريبا ساعه الا ربع. بصوا بقى شايفين هنا الخضار دايب ومستوي ازاي؟ تقدروا طبعا تنشفوا الميه دي، بس انا بحبها تبقى جوسي كده وفيها ميه كتير. احنا كده عملنا حمام كداب محشي رز، وهنعمل رز بالمكسرات، وعملنا احلى شويه خضار، ما تبقاش مثلا غير سمبوسه او جلاش يعني كنوع من انواع المقبلات، وكده بقت احلى عزومه، يعني عزومه كامله متكامله. بصوا بقى انا هطلع الوراك دي من الخضار وهحطها في صينيه تانية تحت الشوايه بتاعه الفرن او في الاير فراير. انا حطيتها في الاير فراير، انا عايزاها بس تاخد لون جولد حلو كده وبعدين اطلعها. ودلوقتي بقى هنحضر الرز. لكل كوباية رز معلقة ونص كبيرة سكر. أنا استخدمت كوباية وربع من الرز البسمتي، فاستخدمت معلقتين كبار من السكر. أول حاجة هكرمل السكر بتاعي لحد ما ياخد درجة كده بني حلو، مش محروق قوي ولا فاتح قوي. بعدين هنزل عليه بالمية المغلية. لكل كوباية رز بسمتي كوباية ونص مية، ده لو كان الرز منقوع ربع ساعة. طب لو الرز مش منقوع هنستخدم كوبايتين مية. أنا عادة بنقع الرز بتاعي ربع ساعة بعد ما اغسله كويس جدا، وبعدين أضيف عليه كوباية ونص مية. نزلت عليه بقى برشة من القرفة والملح بتاع الرز. بعد ما ضفت الملح هقلبه بس تقليبه كده عشان ادوب الملح، وبعدين اطفي. في حله تانية فيها زيت وسمنه، اول ما يسخنوا هنزل عليهم بورق لورا، وبعدين هنزل عليهم بكميه الرز اللي انا عايزاها. دول كوبايه وربع من الرز. هشوح بقى الرز كويس جدا مع السمنه والزيت، الخطوه دي مهمه جدا جدا لفلفله الرز. وبعدين هنزل عليه بالتشريبه اللي احنا حضرناها. هقلبه كده تقليبتين وبعدين اعلي النار لحد الرز ما يتشرب الميه بتاعته، وبعد ما الرز يتشرب الميه ههدي النار. اول ما يتشرب الميه بتاعته وهدي النار هبدا بقى ان انا اضيف عليه الزبيب. مهم جدا ان انا احط الزبيب في الخطوه دي عشان البخار يطر الزبيب شويه. بصوا بقى هنا بعد ما استوى شايفينه مفلفل وحلو جدا ازاي، مفيش ولا حبايه لازقه في التانية، وده عشان استخدمنا مقدار الميه المظبوط، وكمان عشان شوحنا الرز شويه في الماده الدهنيه. كده ان شاء الله انت هتضمني ان الرز بتاعك يكون مظبوط وناجح 100%. دلوقتي بقى هغرف الرز بتاعي. بحب قوي في الاكله دي ان انا اجيب سيرفيس حلو كده احط فيه الرز الاول وبعدين احط فيه الحمام. زي انتوا بقى بالمكسرات والقراصيه، القراصيه بتديله طعم حلو قوي، وكمان بتكسر اللون بتاع الرز وبتديله لون حلو قوي. وده بقى الحمام بعد ما طلعته من الاير فراير. انا استخدمت الاير فراير عشان الكميه كانت قليله، بس لو كانت الكميه كبيره بشغل عليها الشوايه بتاعه الفرن. رصيته بقى بالشكل ده، ومعاه طبق الخضار بتاعه، وكمان لو جنبه بقى سمبوسه او جلاش فكده خلاص الوجبه بقت كامله. انا كده خلصت الوصفه بتاعتي، اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى كمان تكونوا استفدتوا بكل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها في الرز كمان والخلطه بتاعه الحمام. جربوها وان شاء الله هتعجبكم قوي. انا مش اول مره اعمل الوصفه دي، عملتها على صفحتي على الانستجرام، عجبتهم جدا جدا، وكل البنات اللي جربتها بقت بتستخدمها في حشوات كتير قوي. يعني قبل كده استخدمت الحشوه دي في الحمام العادي وفي الفرخه الكامله المحشيه وكانت ممتازه. وكل سنه وانتم طيبين.